السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاتي طالبات الصف التاسع، كثير من الطالبات سألت على سؤال التفوق، ومن الصعب توضيحه طبعا من خلال الكتابة. سوف أستخدم برنامج يسهل ويبسط هذه الضارة. في البداية هناك خطأ في الضارة أرجو تصحيحه. هنا كما أؤشر لكم هذا رمز المصباح، سوف نستبدله ونضع بدله الأميتر. هذا البرنامج بيعمل على محاكاة الواقع. خلينا نتعرف على الضارة، على البرنامج. لدينا بطارية 12 فولت ومقاومة 3 أوم ومقاومة 5 أوم ومفتاح وأيضا أميتر. دعونا نجرب ونعود للسؤال في نفس الضارة في سؤال التفوق. لاحظ الآن معي، سوف أقوم بتشغيل الضارة. أولا سوف يتحرك كما نشاهد، يتحرك التيار من القطب الموجب للمقاومة ويسير في المقاومة 3 أوم. نقف هنا نقف عند النقطة هنا. لا يدخل التيار إلى أعلى، لأن هناك مفتاح مفتوح. سوف يسير في طريق المقاومة التي في الأسفل وهي 5 أوم، وبالتالي سوف نجمع المقاومة 3 أوم مع المقاومة 5 أوم وتعطي 8 أوم، وهي المقاومة الكلية طبعا لأنهم موصلين على التوالي. وبالتالي الآن لنحسب التيار سوف نقوم كما أخذنا في قانون أوم. التيار يساوي فرق الجهد على المقاومة ج على م، وتساوي 12 على 8 وتساوي تقريبا 12 على 8 وتساوي تقريبا 1.5، وهيها كما هي عندنا 1.4. نفس القراءة. قبل الإغلاق للتبسيط أمامك الآن لدينا طريقان، طريق سهل وطريق به شوك. ماذا سوف تختاري أنت لتسيري في الطريق؟ بالتأكيد راح نختار الطريق الأسهل. وكذلك التيار أيضا يختار الطريق الأسهل الخالي من المقاومة، طبعا التي تمت دراستها سابقا أنها تعيق مرور التيار، مع العلم أن المفتاح والسلك تقريبا عديمي المقاومة، أي الطريق سهلة للتيار. الآن هيا نجرب ولاحظي سوف نغلق المفتاح. لاحظي أين حركة التيار. الآن لا يدخل كما تلاحظي التيار في المقاومة 5 أوم، وبالتالي تعتبر غير موجودة أي ملغية. هيا نحسب قراءة الأميتر. طبعا التيار يساوي فرق الجهد على المقاومة 12 فرق الجهد والمقاومة على 3 وتساوي 4 أمبير، وهي كما عندنا في القراءة تقريبا 4.3 وبالختام شكرا لحسن استماعكم.